اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبنا في كل مكان؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه اعمل معاكم بقى طبعا ربنا يستر علينا في الغلاء اللي احنا فيه. فانا جايه اعمل معاكم سائل المواعين اللي احنا بنستهلكه، بيبقى استهلاك عالي قوي في البيت، لان طبعا انت بتستخدميه في حاجات كتير قوي، في تنظيفات الحمام، في المواعين بتاعك، في التسييق، مش عارفه ايه، في الكلام ده كله. فطبعا الجيرك دلوقتي وصل لكام؟ يعني اخر حاجه يعني وصلت لها كان وصل ل65. فانا جايه اعمله معاكم ب20 جنيه بس. ازازه من دي ب10 جنيه، وديت انا اخده منها حبه بردك، يعني كنت عايزه استخدمها على السريع دلوقتي. فطبعا بصوا، يعني اخده حبه عشان اغسل بيهم شويه مواعين. بصوا زي ما انتم شايفين كده، حبه دي، يعني بصوا الازازه دي اخده شويه بس، حبه اغسل بيهم شويه المواعين عشان خاطر عايزه كنت اطلع لكم بالفيديو دوت بقى. هو الكنز اللي معاكي في البيت، ما ترموهوش. انا كنت طبعا بحوشه اليومين اللي فاتوا، جايبه كيس وحطاه يعني ايه، حطاه لاولادي كده جنب الباسكت بتاع البرتقال والسفندي. هما كانوا بيقشروا يرموهولي في الكيس خلاص. فانا طبعا حوشته كده زي ما انتم شايفين. ده سفندي زي ما انتم شايفين كده، ده قشر السفندي اهوت، ومعاه كمان برتقال اهوت، ومعايا كمان ليمون على فكرة. يعني انتوا شايفين اهو ليمون كمان معصور والكلام ده كله. كل ده انا جمعته في كيس وحطيته في الفريزر، لاني لو كان فضل بره كان هيبوظ، هيسوف بقى ويبوظ وينشف مني ومش عارفه ايه. لكن لما انا حطيته في الفريزر احتفظ بلونه، واحتفظ بصوا اهو، احتفظ بنفسه اهو. انتوا شايفين كده قدامكم. فانا جايه طبعا دول ليمون حقيقي، يعني ده ليمون انا كان عندي في التلاجة مقطعاه. فبدل ما يتبالوا قلت احطهم عشان برضك يعمل نعومه للايدين. فكل دولت انا مجمعاهم ما خدوش 3 ايام يعني، لان انتوا عارفين ان احنا اليومين دول موسم بتاع البرتقال والسفندي. فانا طبعا جمعتهم يعني اليومين دول بس، مش اكتر. ولا يعني مش هتعملي حاجه تانية خالص. هتاخديهم، وبعد ما تاخديهم هنغليهم على النار كويس قوي قوي لغايه ما بصي يدوبوا كده. وبعد كده هوريكي الخطوات. بس قبل ما اعمل الخطوات ما تنسينيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بعمله. فيلا بينا نقول الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا مش هتحتاج مننا غير شويه قشر برتقال او سفندي او ليمون. انتي اليومين دول يعني كل سنه وانتم طيبين. في ناس كتير بتملح الليمون اليومين دول عشان رمضان. فانتي لو عصرتي شويه ليمون خديهم اركنيهم واعملي بيهم السائل بتاعك. لكن لو ما عندكيش ليمون، عندك برتقال ممكن تعملي بيه، عندك سفنج ممكن تعملي بيه، عندك كوكتيل زي ده ممكن تعملي بيه، اللي هو شامل برتقال وسفنج وليمون خلاص. وطبعا هنجيبوا ازازه زي دي. احنا عندنا في اسكندريه ازازه زي دي بتتملى ب10 جنيه. انا جايبه ازازتين لان طبعا انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله كميه كبيره، عشان انا عايزه اعمل كميه واركنها عندي على جنب خلاص. فديت ازازه دي ب10 جنيه، يعني ازازتين دول ب20 جنيه خلاص. كل الموضوع كلفني 20 جنيه مش 65 جنيه. جيرك 4 رتل يخلص في ساعتها. فيلا بينا هوريكم. وعلى فكره الموضوع ده حتى بيدي نعومه للايدين، يعني مش بينشف الايد والكلام ده، يعني فوائده كتير قوي. يعني انا لسه كنت غاسله المواعين اهي، ايديا اهي والله ناعمه جدا، وربنا اللي شاهد عليا في الكلام اللي بقوله. فيلا بينا هقول لكم الوصفه. اول حاجه هناخد دولت نحطهم في ميه على النار يغلوا. ماشي، هنبتدي هجيب الحله بتاعتي واجهزها وارجع لكم تاني. أنا تاني اديني اهوت حطيته في حله، هحط فيه ميه واحطه على النار زي ما انتم شايفين كده قدامكم. واول ما يبدا يخش ان هو يتهرق هوريه لكم وتشوفوه بعينيكم، وهمشي معاكي خطوه بخطوه. اوكي، فيلا بينا. هحطه على النار بس هحط ميه، ما تنسيش تحطي الميه. انا لسه هفتح الحنفيه بس عشان تعملش دوشه، عشان احط لكم الميه واحطه على النار. ويلا بينا نحطه على النار ونرجع تاني. يا جماعه انا عايزه بس اوريه لكم وهو على النار. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا كل حاجه بدات تدوب اهو. بصوا لو اتك كده بيطلع الحاجه معايا. وشايفين انا عايزه تشوفوا اللون، بس لون الميه بتاعتها بصوا. والريحه طبعا بقت عاليه قوي في البيت، ريحه السفنج والبرتقال بدات ريحه تفك قوي اهو. بصوا اهيت. انا عايزه بس لازم يكون فيها شويه ميه كده عشان نقدر ان احنا ايه نضربها في الخلاط. بصوا اهيت. انا بس عايزه اوريكم. بصوا بدات تتعمل ازاي.
زي ما انتم شايفين كده قدامكم. اول بقى ما هتخلص هنضربها في الخلاط وهرجع لكم تاني. انا تاني حبايبي زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو البرتقال والسفنج والليمون ضربته طبعا في الخلاط عشان بردك الصوت ما يبقاش مزعج ليكم. بتاخديه بعد ما يهدى خالص من على النار، بتاخديه وتضربيه في الخلاط، وعم تضربيه في الخلاط بتصفيه كده من اي شوائب فيه اهو. بصوا شايفين الكميه ديت. خلاص هبدا بقى احط عليه السائل بتاع المواعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اهو وسائل المواعين اهو زي ما انتم شايفين كده قدامكم. هبدا احطه بسم الله اهوت، وابدا كده بالراحه. حاولي ان انت تجيبي سائل مواعين من اللي بيتباعوا دول، بس يكون يعني يكون نضيف اهو. يبقى اكبر كروانه للمطبخ بتاعتي. طبعا هو هيبقى محتاج حاجه اكبر كمان اهوت. بصوا زي ما انتم شايفين كده قدامكم، شايفين؟ ولسه على فكره ما اتحطتش الازازه التانية، وهوريهولكم بحته سلكه مواعين. مش هقول بالليفه لان الليفه مع السفنجه بتاعها بترغي. سلكه المواعين ذات نفسها هي اللي هتوريكي بقى ان فعلا بيرغي ولا لا اهوت. طبعا عايز حاجه اكبر ماشي. هنحاول ان احنا نفضي بردك في حاجه اكبر لان هي صغيره اوي طلعت. بصوا اللون كمان اختلف تماما ازاي. على فكره انا بصوا حاطه الازازه عماله بتصفي عشان انتوا عارفين ازاي المواعين بيبقى تقيل اهوت. مش قادره اوصف لكم بقى الريحه بتاعه البرتقال والسفنجي والليمون، عمل ميكس كده ريحته حلوه قوي اهوت. طبعا لسه الازازه التانية ما اتفضتش كمان لان انا عامله كميه للازازتين. خلاص يعني انا المفروض افضي كمان الازازه ديت. هشوف حاجه اوسع افضي فيها لاني بجد هي كده مش هتكفي ان انا اعمل الازازه التانية معاها. بصوا شايفين انا كل ده لسه مفضتش الازازه التانية. شايفين انتوا؟ بصوا الرغاوي اهو كده اهي. الرغاوي ابتدت تطلع معايا بصوا شايفين. وطبعا قبل ما بتستخدميه بترجيه عشان خاطر البرتقال وكده بيبقى نازل تحت وياخد مع بعضه كده اهوت. هبدأ بقى ادور على حاجة اوسع وارجع لكم تاني، استنوني. انا تاني بعد ما جبنا حاجة اوسع عشان خاطر اعرف اقلب براحتي. بصوا حتى ما كبيته. بصوا يا جماعة الرغاوي اهيت شايفين اهوت. لسه بقى احط الازازة التانية. انا قلتلك المعيار بتاع الكمية دي على ازازتين مش ازازة واحدة. خلاص اهوت بسم الله. بصوا شايفين الكميه دي بقى هتقعد معاكي فتره طويله لان انا كنت حابه ان انا اعمل كميه لان كميه البرتقال والسفنجي كانوا كتير عندي. فانا بقى فضلت اعبي لغايه اما الجيركن اللي معايا او الكميه اللي انا كنت عاملاها قبل دي خلصت. فانا حبيت اعمل معاكم الوصفه بطريقه تعرفي تعمليها بسهوله اهي. بصوا شفتوا بقى الكميات دي يا جماعه شايفين اهوت. وكمان هوريكم كمان الكوبايه ذات نفسها هتعمل صوت ازاي من كتر النظافه بتاعتها. اصبروا هوريكم بس انا ايه بفضي. بصوا اللون اختلف تماما ازاي. ده البرتقال يا جماعه، اللون ده البرتقال. عندك سفنجي بس اعملي بيه، عندك برتقال بس اعملي بيه، عندك كله زي حالاتي كده اعملي بردك بيهم. طبعا خلاص كده الازازه اهيت. بصوا يا جماعه شايفين الطوق اهو. شايفين الجمال اهو. شايفين الرغاوي ذات نفسها اهي اللي طالعه فوق اهي. وهعبيه وهوريكم بردك الكميه. انا بقى عايزه اعمل لكم تيست في كوبايه كده بحيث ان انا ايه الكوبايه دي انا جايباها اهو من بتاع ده
من الحوض. يعني الكوبايه دي بسلكه مواعين، مش هقولك بليفه. الليفه عشان بيبقى فيها سفنج فترغي معايا، انا هرغيها لك بسلكه المواعين. هجيب طبق بس بحيث ان انا اوريكي فيه حبه. ثواني، هنركن ده على جنب. هاخد حبه صغيرين اهو، بصوا حبه اهو مش كتير، شايفين؟ يعني يا رب الكاميرا تكون جايباهم اهو. هركن دي على جنب اهو. الكميه دي اهيت. الليفه مفيش مشاكل، دي نزلت فيها مش مهم اهيت. بصوا يا جماعه، بصوا دي كده من غير ميه، دي كده من غير ميه اهي. ليفه مش بتاع دوت، دي سلكه مواعين اهي. السوسته بتاعتنا العاديه دي، ولا تحط عليه ميه ولا اي حاجه اهوت. الكوبايه اهي هعملها قدامك عشان تشوفي اهو اهي. بصوا ده من غير ميه زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو. وهشطفها وهسمعك التزييقه بتاعتها كمان اهي. بصوا بصوا ايديا، انا لو هعملها بشويه ميه اتفرجي على الرغاوي اللي هتنزل لك اهي. هشطفها طبعا، انا مش هفصل بردك الكاميرا اهي. هشطفها وانتي سامعاني، يعني انا مش عارفه بقى ايه الف لك الكاميرا تاني. هوريكي نفس الكوبايه لمعانها وتزييقتها كمان. الكوبايه دي جايباها من الكسكس. ادي الكوبايه يا جماعه، يا رب تكون الكاميرا جايباها. سامعين؟ انا عشان بس ايدي مبلوله. سامعين؟ بصوا الكوبايه، شايفين اللمعان اهوت؟ يا رب تكون اللمعان جايبهولكوا كده واضح، شايفين؟ وده الصابون بتاعي، ده التست اللي انا كنت عايزه اعمله لكم. هعبيه وهرجع لكم تاني وهوريكم الكميه كانت قد ايه. استنوني. انا تاني حبايبي شلت الستاند من مكانه عشان تشوفوا فعلا. اعدله بس اهوت. انا عايزاكم تشوفوا قد ايه الكميه اللي انا عملتها. طبعا ده جيرك فيبا اهو. كام؟ انا عايزه اوريهولكم بس كام رجل اهو. 4 رجل. كنت انا محتفظه بالجيرك ده اهوت. وادي ازازه بيبس 2 رجل، يعني دول 6 رجل من ايه؟ هنقوله من الازازتين اهي. الازازه حتى والله يعني لسه حتى بصوا فيها حبه اهو اهي. الازازه دي يعني نقوله رجل وي خلاص. واحده تانية يعني هنقوله ايه؟ 2 رجل. 2 رجل عملنا 6 رجل اهو. 6 2 و4 6. هتقولي يا حبيبه لا مش هو، لا هوريهولك. طبعا ده هو باين حتى هو الصفار بتاع البرتقال زي ما انتم شايفين كده قدامكم. خلاص هوريكم الفيبا اهو حتى مليان. طبعا هو باين اهو، باين الخط بتاعه اهو اهو، باين ان هو مليان. هفتحه قدامكم اهو. وجايبه انا حتى طبق عشان تشوفوا بعينيكم، عشان انا ما بحبش اغش حد وربنا اللي شاهد عليا اهو. انا عايزه بس اوريهولكم عشان ماسكه بس الستاند، عايزه اوريكم المنظر اهي. الفيبا بتاعي وادي نازل من الجيركه اهو. شايفين اهو اهو في الطبق هو نفس اللي احنا عملناه، ما حطيتش حاجه زياده اهو. زي ما انتم شايفين كده قدامكم اهو. السائل بتاعي اهو حتى بصوا بصوا يعني بصوا بيعمل رغاوي مش قادره اوصف لكم. حبه زي دول يغسلوا شويه مواعين، مش قادره اوصف لكم. ده انا لو اوريكم المنظر الحاجات اللي انا استهلكتها. بصوا بقى انا كمان لما شطفت البلاستيكه اللي انا عملت فيها اللي هي ما كفتش، انا هوريكم الحبه اللي كانوا متبقيين اللي لسه هحط فيهم افضي فيهم الازايز ديت. هوريها لكم كمان. بصوا اهو يعني متبقي كمان حبه من السفنجي والبرتقال اهو. هبدا احط شويه سائل عليهم بردك. ومن هنا ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد احنا بنعمله. ووفري الفتره اللي جايه، لو تقدري توفري في حاجه وفريها، لان سائل المواعين لو هنجيبوه ب65 جنيه حرام يعني.
فبتاع دوت كلفني 20 جنيه. اهو جيرك الفيبا اهو اللي انتوا شايفينه كده قدامكم، وازازة البيبسي الاتنين رجل اهي كبيرة. وبجد بجد ربنا يستر علينا، واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة وفي رعاية الله.